حبايب قلبي الحلوين، ازيكم تاني بنفس اللبس ونفس الطقم. عايزه اكلمكم على حاجه، يعني ايه؟ شفتوا البونيستا تاني؟ روحوا شوفوا الفيديو اللي هو ما بين الحياه والسراب والافوره والوهم. اهو ده اكبر وهم. ايه ده؟ ايه ده يا صفصف؟ ايه ده؟ ده يا جماعه الغسول الزيتي، ومن ماركه حلوه اللي هي سانتيل. طبعا الازازه اصلا الاصليه او الكبيره، يعني مش الاصليه، بقصد الكبيره، ب1500 ومعديه، يعني كل سيلر بتباعها بتمن معين وسعر معين. طب انا عملت ايه؟ رحت جبت اللي هو اسمها عينه، يعني دي كانت ب 100 جنيه. تمام ماشي. وقلت بقى ايه؟ انا هبقى خلاص بقى قمر، وهبقى وبشرتي هتتعالج من كل حاجه. اي حاجه انا بعاني منها بقى، رؤوس بيضه، رؤوس سودا، اسمرار، عدم نضاره، الكلام ده كله. قلت خلاص كده انا لقيت الحل بتاعي بقى. ما الكلام اللي انا بسمعه والريفيوهات فظيعه، فوق الفظيعه. طيب، استعملتيه يا صفصف؟ استعملته. اتفاجئت يا صفصف؟ طبعا اتفاجئت. اتفاجئت بس بطريقه سلبيه. جماعه، هو اصلا بيقول لك يعني الغسول الزيتي بيعمل ايه الاول؟ هو بيقول لك عباره عن مجموعه زيوت، مثلا زيت جوز هند، زيت لوز حلو، زيت جوجوبا، حاجات من دي. وبتعمليها كده، تفضلي تدعكي في وشك لا يقل عن 7 او 10 دقائق، وده اصلا لوحده مصيبه هقول لكم عليها بعدين. تفضلوا تدعكوا لحد ما ايه، تحسوا بحاجات تحت ايدكم، ملمس كده. قال ايه؟ قال دي مثلا الرؤوس البيضاء او السوداء. طبعا مفيش حاجه اسمها كده. بيعمل ايه؟ بيقولوا يعني ان هو بيوعدك، يعني هيديكي نضاره، هيشيلك الرؤوس البيضاء السوداء، هيظبط لك الدنيا، هيغذي البشره، الكلام ده كله. بامانه قالوا ما ينفعش للبشره الدهنيه خاصه في الصيف. لو انت بشرتك بتطلع دهون بالذات في الصيف، ايه بلاش منه. طب ما شاء الله، شكرا لكم جدا. انا طبعا ما استعملتوش في الصيف، انا طبعا بشرتي دهنيه، بس في الشتاء، وانا داخله الشتاء بتبقى خلاص مختلطه، مايله للجافه كمان. فجبته وما كنتش خايفه. وانا كمان يعني ما شاء الله بشرتي مش معرضه للحبوب، يعني فايه، انا بجرب فيها كتير يا جماعه، وبجازف بصراحه، ما بخافش بصراحه. الحمد لله، شكرا يا رب، ما شاء الله ما بيطلعليش حبوب. فاستعملته وانا مرتاحه ومظبطه ومش خايفه ان شاء الله، وحاسه بقى انها نتيجه ممتازه. طريقه الاستعمال ايه؟ بتجيبي مثلا البامب ده، بتعملي كده، تحطي مثلا على حسب وشك بقى، تحتاجي نقطتين ثلاثه على كل خد وبتاع وعينه وبتاع ده كله. آه، وتفضلي ايه، تعملي كده 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 لا يقل عن 10 دقائق زي ما قلت لكم، او 7 دقائق. دي لوحدها اول حركه غلط لاحظتها من الغسول الزيتي. الحركه دي اصلا بعد ما بخلص بحس ان انا وشي، بالذات لو بشرتك حساسه، انا بشرتي حساسه، بحس ان وشي والله يا جماعه احمر، التهب. مش احمرار اللي هو نضاره، لا مش نضاره خالص. التهب من كتر ما انا عماله اعمل كده. انا عايزه بقى اشوف الحاجات في ايدي اللي بيقولوا عليها الرؤوس البيضاء والسوداء ده. اعمل كده كده كده، وهنا وهنا وهنا، يجي 10 دقائق، والله ما في حاجه بتطلع ولا في اي حاجه. احس ان بشرتي ايه، ملتهبه كده واحمرت وبتاع. بعد كده بتقومي جايه رشه ميه، تكون معاكي جنبك ميه، او مثلا على الحوض، اعملي بحيث ايه ان هو تشيليه من الاول من على بشرتك. هيقلب لونه ايه، حليبي كده، او لونه فاتح شويه. دي خطوه مهمه جدا جدا. بعد كده بتستعملي ايه اللي هو دبل كلينزنج بقى، اللي هو ايه، الغسول بتاعك يستحسن يكون غسول اللي هو كريمي، زي مثلا ايه يا جماعه، زي جارنيه بيعمل مش جارنيه الجل، جارنيه التاني اللي هي انبوبه كده. ده اعملي بده، لان هو الغسول بتاعه اللي هو زميله، اللي هم الكابل مع بعض، بيبقى شبه الغسول ده، بيبقى كريمي وبيعمل رغوه والكلام ده. فعملت اللي هو بتاع جارنيه ده وتمام. بعد ما عملته لقيت بشرتي جافه جدا جدا جدا، دي اكبر مشكله. هو اصلا بيقول لي بيغذي البشره، لقيتها جافه جدا. ف هتقولي لي طيب ما هي عشان الغسول جرنيه؟ لا طبعا، ما انت كده كده لازم تستخدمي غسول تشيلي الزيت ده، لان انت لو سبتيه هيقفل لك المسام، هيعمل لك رؤوس بيضه، رؤوس سودا، هيزود لك الدهون، هيبوظ لك الدنيا. لو انت الدنيا عندك كويسه مظبوطه، هو هيبوظها لك، فانت لازم تغسليه كويس قوي. طيب، آم، عايزه بقى اقول لكم ايه، على هيئه اسئله واجوبه كده. طب يا صفا، لو احنا ما جبناهوش، انت خسرتي حاجه؟ لا خالص، انت ما خسرتيش اي حاجه خالص خالص، ولو انت جبتيه مش هتزيدي حاجه، صدقيني. انا عارفه ان لو حد من الناس اللي بيعملوا دعايه ليه لو سمعوا الفيديو ده، هيقيموا عليا الحد حرفيا. يا جماعه بجد، ما تحمليش نفسك اكتر من طاقتها. انت بجد مش فايتك حاجات كتيره، صدقيني. يعني مثلا كنت لسه عامله لكم البونيه الستان، مش فايتك كتير لما جبتهوش. الغسول الزيتي اصلا مش هيضيف لك 1%، ده حتى البونيستا تان بيضيف لك شويه في الشتاء. روحوا شوفوا الفيديو عشان تعرفوا انا بتكلم على ايه.
الغسول الزيتي والله يا جماعه كذبه كبيره قوي قوي قوي. المشكله سعره عالي جدا. المشكله ان انت لازم تجيبيه من براند معروف، فبالتالي يبقى سعره عالي. هتتكلفي كمان مصاريف شحن والكلام ده كله. ماشي، ممكن بتجيبي اوردرات فيها مصاريف شحن والكلام ده، بس جيبي على حاجه تستاهل مثلا. فهو ما يستاهلش خالص كل العناء اللي انت هتشوفيه ده والمصاريف والكلام ده كله. عايزه اقول لك ان انت تقولي مثلا طب في بديل مثلا ليه يا صفا او كده؟ اه طبعا في بديل والله وامانه، وانا هتحاسب على الكلام اللي بقوله ده. انا كان جات لي فتره كده كان ترند الزيوت طلع والكلام ده، كنت بجيب زيت حبه البركه، زيت اللوز الحلو، زيت جنين القمح. والله والله كنت بحطه على بشرتي، قسما بالله كنت بحس بنضاره فوريه في لحظتها. حتى كانوا بيقولوا حطيه ساعه عشان انت بشرتك دهنيه، حطي الزيت ساعه واغسلي بشرتك. كنت بحطه ساعه بالكتير قوي ساعتين، لان انا بحب ايه اللي هو ايه، كل ما هتكتري في الوقت كل ما هتلاقي نتيجه احسن. طبعا مش الحكايه دي مش في كل ال الحياه يعني، صح. في الحمام الكريم طبعا ما ينفعش تحطيه ساعتين الكلام ده يعني، فهبقى اديكم امثله بعدين بس على ما اتذكر. ف بديل الغسول الزيتي جنين القمح، زيت حبه البركه، زيت جوز الهند لو عندك، بس زيت نضيف. استنضفوا يا جماعه في الزيوت، هاتي من نفرتاري او امتنان. انا كنت جايبه من السعوديه مجموعه حلوه قوي قوي. عندك 3 زيوت اهو بديل الغسول الزيتي. بلس بقى ان الزيوت دي هترطب لك البشره، هترطبها لك جدا جدا. الغسول الزيتي بينشف جدا يا جماعه، وسعره عالي. الزيوت اللي بقول لك عليها دي رينج 30 40 50. بصراحه انا كنت جايباهم من زمان، دلوقتي مش عارفه وصلوا لكام. في امتنان طبعا ونفرتاري لانها براند طبعا محترمه، هتبقى لا هتعدي شويه، ممكن يعدي ال 100، اقل من 100 حاجه بسيطه، 90 80 100 مش عارفه الاسعار قوي. بس انا لسه عامله اوردر ان شاء الله، هبقى اقول لكم عليه دلوقتي في الفيديو الجاي. تمام. طيب يا صفا، بالنسبه للغسول الزيتي تقييمك ليه ايه؟ 0 من 10، مش هديله 1، والله ما هديله 1. يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان الحبه الصغيرين دول ب 100 جنيه. طبعا 100 جنيه ملهاش اي يعني وضع دلوقتي، لكن هل انا لو انا رحت كنت جبت ومشيت بكلام البلوجرز والناس كلها، ورحت جبت العبوه الكبيره اللي هي ب 1000 ونص او زياده، كان زماني بجد زي ما بقول كده يعني جالي جلطه بجد. دول كده شوفوا مش هستعمله. طبعا يا جماعه هو بيبقى ايه، لونه شفاف كده طبعا يعني ايه، براند بقى، فلونه شفاف لونه حلو الكلام ده. ف ولكن انت زيرو، ولا بتعمل لي اي حاجه، ولا عملت لي اي حاجه، ولا شفت منك اي حاجه، بالعكس. التهاب الرؤوس البيضاء يعني يا جماعه، انا لما غسلت وشي بعد قلت بقى هلاقي وشي منور، هلاقي وشي مختلف تاني يوم لما الاحمرار ده يخف. ولا اي حاجه ولا اي فرق والله العظيم بجد. طيب الغسول الزيتي طبعا ابتدى ينتشر جدا. في منه ماركات كتير قوي، في من ذا اورديناري، في اللي هو دكتور الفش، في اللي هو سانتيلا ده، في اللي هو لاروش بيزيل. كل دول عاملين. هتجربي تاني يا صفا الغسول الزيتي؟ لا طبعا خالص خالص، انا اصلا مش عارفه اخلص ده ولا لا. مش عارفه ده هخلص العينه الصغيره دي ولا لا. وغالبا لا، انا يعني انا مش هقدر على الالتهابات اللي بيعملها لي بصراحه، ومفيش نتيجه. فانا ليه ده حتى لو بيعمل لي التهاب ومثلا ارطب او مثلا احط اي حاجه كريم سيكا ولا حاجه يهدي الموضوع كان ماشي، لكن الموضوع هدي وتاني يوم مفيش حاجه خالص، مفيش. فيا جماعه بجد بجد ما تجروش ورا الترندات. الغسول الزيتي ما تجربوهوش، انت مش فايتك حاجه خالص. هما بيعيشونا في وهم. وانا دايما يعني انا اللي هو دايما بقول ان هما بيحطوا علينا ضغط، بيعيشونا في وهم وبيحسسوك ان انت فقيره، معكيش فلوس، متاخره، فايتك كتير لما جبتيش الحاجات اللي هي الجديده دي. فانت لو في حد عندك بيعمل اللي هو تقسيمات وكده، جربي في تقسيمه زي ما انا عملت. انا برضو مش هقول لك ايه لا ما تجربيش ومش عارفه ايه. انا طبعا بقول لك ما تشتريش بجد والله، لكن برضو ساعات بيبقى الواحده جواها ايه، لا انا عايزه اجرب حته، لا انا عايزه اجرب دي. عايزه تجربي اشتري، روحي اشتري في عينه صغيره زي دي ب 100 جنيه 100 وحاجه. عجبك كان بها. ما عجبكيش وغالبا ده اللي هيحصل، بتعالي اعملي لي لايك هنا وقولي لي شكرا يا صفا ان انت بتقولي الحقيقه ومش بتغشينا. وبصراحه في بلوجرات كتير يعني بدون ذكر اسماء بيعملوا للحاجه العاديه جدا ولا اقل من العاديه، بيعملوا لها سعر جامد قوي او قيمه عاليه جدا جدا، بيخلوكوا دايما حاسه بالنقص. انا ناقصني، انا مش زي البنت دي، انا مش زي البلوجر دي، انا ناقصني حاجات كتيره، انا متاخره عن العالم، انا فقيره. يعني في ناس بتوصل تقول انا فقيره، انا عايزه اشتغل عشان اجيب الحاجات دي، مش اشتغل عشان احقق ذاتي او اعمل حاجه حلوه للمجتمع، حاجه حلوه لنفسي، اجيب حاجه لنفسي في جهازي مثلا، الكلام ده كله. اقابل الناس، اختلط،
يعني بيخلّوا الناس يعني تفكّر بشكل غلط، بشكل غلط خالص، بيحيدوا عن التفكير الحقيقي، يعني أمّا واحدة تقول أنا عايزة أروح أشتغل عشان أجيب الغسول الزيتي، تخيّلوا هي سمعت إيه أو شافت ريفيوهات عاملة إزاي. بس يا جماعة يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو وصلتوا للمرحلة دي أو للجزء ده من الفيديو زي ما قُلت لكم، اعملوا لايك يا جماعة، شجعوني، اعملوا comment حلو، عرّفوني إن الفيديو وصل لكم، وقولوا لي رأيكم ويمكن أنا غلطانة، يمكن أنا غلطانة، يعني ما فيش حد كلامه 100% صح. آآ بس ولو عجبكم الفيديو زي ما قُلت لكم تاني اعملوا لايك يا جماعة، شجعوني، اعملوا comment حلو ونقد بناء، حتى لو حاجة مش عاجباكم قولوا لي يا صفا الحتة دي فيكِ مش عاجبانا، طريقة شرحِك صعبة، أسلوبِك، لبسِك، الفيديو مش حلو، الإضاءة، كلموني في حاجات يا جماعة أقدر أصلّحها، تمام؟ وشكرًا ليكم جدًا، جدًا لو وصلتوا للمرحلة دي. شكرًا ليكم، و بس. استنوني بقى في شوية فيديوهات جاية عشان عايزين نعمل حاجات حلوة في شعرنا يا جماعة. في ترند طالع دلوقتي اللي هو عايزين نصلّح شعرنا لحد أول 2026. طبعًا برضه كلام كذب، إحنا دلوقتي معديين 15 من الشهر، عايزين نصلّح شعرنا، هل هتقدري تصلّحي شعرِك في 15 يوم؟ لأ، ماشي؟ فمش هاحرق بقى الفيديو بتاعي بقى، مش هاحرق الفيديوهات اللي جاية. يالّا مع السلامة وتابعونا عشان تشوفوا هنعمل إيه في شعرنا إن شاء الله لحد ما نوصل لآخر ضهرنا. يالّا مع السلامة يا حلوين.